ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنرسم وردة وهنلونها بدرجات الموفات. بس بقى مش درجات الموفات، انا هحط فيها بينكات وهحط فيها درجة اصفر. والعود بتاعها الاخضر ده هحط فيه ازرق وهحط فيه احمر وهحط فيه اورنج. هتلاقوا بقى كده غنى لوني في الوردة بطريقة تحفة. وهنزل بعد كده ان شاء الله فيديوهات تناسق الالوان، ازاي ادمج الالوان ببعض، وايه اللون اللي اخلطه على اللون يديني لون تاني. كل الحاجات دي هعملها فيديوهات مفصلة لوحدها ان شاء الله. نرجع بقى لوردتنا الحلوة دي. وردة لما جيت ارسمها قعدت اعمل عليها سيرش، مكتوب عليها انها وردة اسمها روز. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي، واحنا بنلون الورده هتلاقوني ماشيه بزاويه ميل، بزاويه 45 او زاويه مش بخطوط مستقيمه وانا بلون، علشان كاني ادي احساس انها كانها 3D، كانها تخرج لي من الورقه. فعشان كده بقول لكم وانتوا بتلونوا اعملوا زي، خليها خطوطكم مايله. هتلاقوني بس في الجزء اللي عند جذع الورده نفسها عند الاخضر ده بغمق شويه، علشان كاني حاجه على حاجه فبتغمق الجزء اللي وراها. بس يا رب تكونوا فهمتوا حاجة من اللي انا قلتها، ولو مش فاهمين اي حاجة اعيد لكم تاني فيديو تاني، واكتبوا لي في الكومنتات لو في اي حاجة مش واضحة. طيب، دخلت لأول مرة اعمل سيرش عن انواع الورد، اكتشفت ان في انواع كتيرة جدا. يعني الورد اللي وصلت له لما عملت عليه سيرش تقريبا في 100 نوع من الورد. الله اعلم، ممكن يكون في انواع اكتر من كده. اكتشفت كمان في اسامي ورد باسامي بنات. يعني انا كان في اسامي اعرفها انا معرفش ان ده اسم بنت. يعني مثلا من الورد اللي انا دورت مثلا ورد اسمها سوسن. طبعا في بنت اسمها ياسمين، ده معروف. في ورد اسمه كركديه اللي احنا بنشربه. في ورد اسمه زعفران. ورد. وفي ايه تاني؟ في ورد اسمه بلسم. تخيلين؟ في ايه تاني؟ في ورد اسمه زنبق الدم. اسامي جديده وغريبه بالنسبه لي. في مثلا ورده اسمها زهره التاج. في ورده اسمها الكتان. ايه تاني؟ جماعه ورد كتير قوي. في ورد اسمه جوري. جوري ده اسم بنت. في ورد اسمه لوتس، طبعا دوار الشمس. توليب طبعا. لافندر. ورد اسمه اداليا. آه في انواع ورد كتير قوي يا جماعه. انا بجد بالنسبه لي انا مبسوطه قوي بالمعلومه زي كده. يا رب يكون يعني قدرت افيد حد انه يعرف حاجه زي كده اول مره يسمعها. فاكتشفت ان انا ممكن نعمل مجموعه فيديوهات يعني لا حصر لها عن الورد ورسمه والوانه. يا جماعه ده عالم تاني بجد. انا يا جماعه بحب قوي انزل اشتري ورد، واحب اجيبه قوي هديه للناس اللي بحبهم، صحابي، اخواتي، اهلي. يا ترى انتوا زيي وبتحبوا تجيبوا الورد للناس، ولا بتحبوا ان الناس تشتري لكم الورد؟ تفرق، في ناس كده وفي ناس كده. نرجع تاني لوردتنا. عارفه ان انا رغيت كتير قوي وصدعتكم. سيبكم بقى تستمتعوا باخر جزء في الفيديو وانتوا بتلونوا الورقه الشجر بتاعت الورده. وشوفوا بقى انا دمجت اكتر من لون، ودخلت الوان كتيره قوي عشان يدي غنى لوني، وانها تحس ان هي تحسها كده هتخرج من الورقه من جمالها. جماعه انا حبيت الورده دي قوي. فقولي رأيكم في آخر الفيديو وهستناكم تبعتولي صور الورد اللي انتوا ترسموه على صفحة الفيسبوك، وهحط لكم لينك البيج في بايو. وبس كده.
يا رب يكون الفيديو عجبكم والوردة عجبتكم واستفدتوا حاجة من الفيديو النهاردة والمعلومات اللي انا قلتها فيه. هستنى رأيكم في الكومنتات. باي.